ليلى زاهر نزلت ستوري بتبارك فيها رنا رئيس على فرحها وبتقول لها ألف ألف مبروك، وإن كان نفسي جدا إن أحضر الفرح بس مع الأسف فكرة سفري، إن هي حاليا بتقضي شهر العسل في باريس فما قدرتش إن هي تنزل تحضر الفرح. فبتقول لها كان نفسي جدا جدا أحضر الفرح ده بس ما قدرتش مع الأسف. وبتقول لها بتمنى لك كل الفرح والحب والسعادة وكل حياتك كلها تبقى سعادة وفرح قدام. وواضح جدًا إن ليلى زاهر علاقتها برنا رئيس قوية جدًا. حتى كمان كان باين أوي في الفرح إن أحمد زاهر لمّا حضر وزوجته وملك كانوا كان باين عليهم أوي السعادة والفرحة، وكان أحمد زاهر حتى بيسلِّم عليها، فناس كتيرة جدًا حست إن هو فعلًا يعني قريبين جدًا من بعض. باين أوي في وِش أحمد زاهر بالفرحة والسعادة إن هو شافها عروسة. ويمكن سبب قرب رنا رئيس من عيلة أحمد زاهر لأن هي مؤخرا عملت معاهم مسلسل سيد الناس، فده كان فيه أحمد زاهر وملك كمان بنته كانت بتمثل معاهم، فده اللي خلاهم قريبين قوي من بعض. وكمان زوجة أحمد زاهر كانت المدربة بتاعة التمثيل في المسلسل ده، فعشان كده كان في تواصل كبير قوي ما بينهم، ده اللي خلى علاقتهم قوية قوي قوي ببعض. حتى البوست اللي كاتباه ليلى زاهر كاتبه ان انا زعلانه جدا 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 ان انا محضرش اليوم ده، فواضح فعلا ان هم اصدقاء قريبين قوي قوي من بعض. ودي حاجه حلوه قوي. ويمكن يمكن في ناس كتيرة جدًا قارنت فرحها بفرح فرح رنا رئيس بفرح ليلى زاهر، قارنوا الفرحين ببعض وقعدوا يعني لإن هُم يعني الأفراح جات ورا بعض أوي أو كان في وقت قصير جدًا. فرق كان وقت قليل جدًا ما بينهم وبين بعض، فعشان كده ده خلّى الناس إن هي تقارن ما بين الفرحين في الفستان، في التفاصيل الفرح، في كل حاجة. في ناس كانت شايفة إن فستان أو فرح ليلى كان أهدى وأرقى شوية أو كان أبسط شوية، في ناس شايفة لأ بالعكس فرح رنا كان أجمل وقريب أوي، وإن كان باين عليها يعني هي عندها قبول كده وخفة دم، فكان باينة أوي في الفرح ودي كانت حاجة لذيذة. ففي ناس شافت إن فرح ليلى كان أحلى وفي ناس شافت إن فرح رنا كان أحلى. فقولوا لنا برضه شاركونا برأيكم في التعليقات، هل فرح ليلى كان أحلى والّا فرح رنا رئيس؟